ولقيتني بجد مش قادرة أقاوم الإحساس ناحيتها، معرفش إزاي. قلت لها تعالي اقعدي جنبي هنا من البرد. قالت لي ما يصحش ومعرفش. قلت لها تعالي بس، أنا اللي بقولك أهو تعالي. قالت لي حاضر، وجت فعلا قعدت جنبي، وساعتها ما درتش بنفسي إلا وأنا باخدها في حضني وبقول لها بقولك إيه. قالت لي إيه؟ قلت لها أنا الصراحة يعني بيعجبني المشاهد دي قوي، ولا أنت شايفة إيه؟ قالت لي ما أنا كمان، هو أنا يعني مش بني آدمة ولا إيه؟ قلت لها بس اللي بيحصل ده إحنا كستات نعرف ويكون أحسن منه كمان. قالت لي إزاي بس؟ هو ينفع كده ست من غير راجل؟ قلت لها ينفع. لو انتي مش مصدقاني اصبري كده وانا هوريكي ازاي. قالت لي ماشي ما عنديش مشكلة. واول ما قابلتني وانا قابلتها خدنا بعض بالحضن كده، وكنت ساعتها مغطية نفسي ومغطياها بالبطانية، رميتها لان كانت ولدت حرارة تكفي بيت كامل، وده خلاني مش قادرة خالص أكمل. لقيتني باخدها في حضني وبطبطب عليها وبوسها كده، وهي ما صدقت وبدأت هي كمان تتعامل معايا بشكل مش طبيعي، ونسيت نفسها. وأول ما بدأت إني أوريها الستات بيعملوا إيه مع بعض ونعمل أنا وهي برضو، كانت دايبة خالص وهتتجنن وراحت في عالم تاني. وقالت لي انت ازاي بتعرفي تعملي كده؟ قلت لها علشان انا بحب كده. وانا وهي استمرينا طول الليل مع بعض ناكل من عسل بعض، وهي تشرب شوية وانا اشرب شوية، وهي تاكل شوية وناكل شوية، وهي تعصر في الرمان وانا نفس الكلام، لحد ما نمنا هلكانين من التعب. وش الفجر صحيت تاني يوم وبتقولي ايه اللي حصل ده؟ قلت لها اللي حصل هقولك عليه، بس يلا يا جماعة دلوقتي حالا ننزل نعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نخش على أحداث باقي القصة. أنا اسمي نيرة وعندي 43 سنة، أي نعم كبيرة شوية، بس إحساسي الجامح ورغبتي الشديدة ناحية الستات أحسن وأحلى بكتير من رغبتي ناحية الرجالة. الرجالة يعني التعامل معاهم مش قد كده، وما خلفتش رغم ان انا اتجوزت اكتر من مرة، بس كل مرة كانت بتفشل مني علشان الموضوع كان بيتعقد اكتر من الاول، لاني ما كنتش حاسة بيهم زي ما بقول لكم، وطول الوقت حاسة اني وكنت كل مرة اتجوز واحد فيها محسش ان انا خالص معجبة بيه ولا عايزاه في حياتي ولا بحب اتعامل معاه بالمرة. فكان هو طول الوقت مش عارف يسيطر عليا ولا يكلمني كويس ولا حتى يتعامل معايا صح. فكنت استغرب واقوله هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش عارفة ليه مش قادرة انجذب ليك ولا قادرة أحبك. يقولي علشان انتي ما حاولتيش، لو حاولتي كنت حبتيني. بس أنا يا جماعة بجد كنت بحاول، لكن ما كنتش بعرف. هو المفروض انه قدامي وكده واني انا استوعب الموضوع ده، لكن بجد ما كنتش بعرف. ميولي كانت بتغلبني وانطباعاتي عن الرجالة ما كانتش كويسة. ده كان اول واحد. تاني واحد اتعامل معايا حسيت ان انا قرفانة فعلا، ما كانش نضيف خالص، ونظافته الشخصية كانت مضايقاني جدا، لان الواحد المفروض يبقى نضيف علشان مراته ما تقرفش منه وما تزعلش لما تشوفه مش نضيف. لكن هو ما كانش بيعمل الكلام ده نهائي، وطول الوقت كنت بحس انه معفن وريحته مش كويسة، ويدخل الحمام ما يرميش وراه مية ولا يحاول حتى انه هو ينظف نفسه او ريحته وعرقه والكلام ده ما كانش برضه بيهتم بيه. وانا قعدت معاه مش كتير
وسبته، وخصوصا يعني ان البيت بيبقى بيتي، ووالدي الله يرحمه سايبني فلوس في البنك تهنيني وتخليني مستورة والحمد لله. لكن بقى هما مش بيفهموا كده ولا بيستوعبوا الموضوع ده، وطول الوقت بيبقى كل همهم ازاي بقى ان هما يسيطروا عليا وعلى فلوسي. قعدت معاه فترة واتطلقت منه. الجوازة التالتة بقى قلت اجرب واحد اكبر مني في السن، اهو لا منه صغير يقرفني ولا من سني يكون ريحته وحشة ومش نضيف. واتجوزت واحد اكبر مني بكتير، وكنت متوقعة ان هلاقي معاه راحة، لكن برضو هو كده كده كان ضعيف في كل حاجة، وما كنتش بعرف استمتع معاه خالص بأي حاجة، وده خلاني استعجل منه الطلاق برضو، لاني ما كنتش عايزة اتعب نفسي في الفاضي. وبقيت متطلقة للمرة التالتة وما خلفتش من ولا واحد فيهم. وقعدت بقى قلت خلاص انا كده كده رميت طوبة الرجالة دي، مش هتجوز تاني ولا هعمل اي وجع قلب تاني، انا كده كويسة. وقعدت مع نفسي وقررت القرار ده، وقلت خلاص مش هتجوز حد تاني ولا هعمل اي عيلة وكده. وعلشان بيتي كبير قلت للبواب شقتي يعني يجيب لي واحدة تشتغل معايا او عندي، بحيث انها لو عايزة تبات مفيش مشاكل. جاب لي بنت وقال لي ان هي بلدياته من الفلاحين اسمها عفاف. قلت لها تعالي يا عفاف وكده، لقيتها بنت طول بعرض زي الفرسة ما شاء الله، وبتاخد اللي هي عايزة تاخده من الناس وتسيب اللي عايزة تسيبه. طبعا انا شفتها اعصابي باظت لانها كانت حلوة قوي، طول بعرض فرعة كده، واللي يشوفها يتمناها بجد. قلت لها انتي ظروفك ايه؟ قالت لي متطلقة وعايشة لوحدي. قلت لها متطلقة ليه؟ حد يسيب القمر ده؟ قالت لي علشان ما بخلفش والعيب مني. اي نعم انا ما خلفتش انا كمان، بس انا ممكن اخلف عادي، يعني انا اللي منعت نفسي بنفسي، لكن هي فعلا ما بتخلفش. قلت لها وفي حد يطلقك عشان خاطر عيال؟ قالت لي ايوه، وامه صممت انه لازم يطلقني علشان تجوزه حد بيخلف. قلت لها هو الخسران؟ قالت لي انا مش زعلانة، بالعكس ربنا يسعده، انا عارفة ان كل شيء نصيب. ولقيتها عاقلة وبتتكلم بهدوء شديد، والموضوع مش فارق معاها قد كده. طبعا انا بالنسبة لي قلت لها تمام، انتي بقى عندك مكان تعيشي فيه ولا هتعيشي معايا هنا؟ قالت لي انا ما عنديش مكان اعيش فيه، بس لو عايزاني امشي همشي لاني كده كده مأجرة مكان. قلت لها لا، ما الشقة واسعة اهي، خدي لك اوضة فيها اقعدي فيها يا ستي، ما فيهاش مشكلة. وفعلا خدت اوضة وقعدت معايا، وكنت فرحانة بيها انها كانت بتونسني، وخدنا على بعض بسهولة، واللي انا كنت عايزاه كانت بتعمله لحد ما حفظتني، واللي انا كنت عايزاه بقى بتعمله حتى من قبل ما اقولها. وعدت الايام وانا وهي بنقرب من بعض اكتر، وانا بتعلق بيها اكتر وبحبها اكتر واكتر، لحد ما جه في يوم كنا قاعدين بقى بنتفرج على فيلم، وهي قاعدة بعيد على كرسي واطي كده. قلت لها تعالي اقعدي جنبي والجو برد، اتغطي معايا بالبطانية. لقيتها بتقولي ما يصحش ومعرفش ايه. قلت لها لا يصح، تعالي بس علشان الجو برد قوي عندي. وجت وقعدت جنبي واتغطينا بالبطانية، والفيلم كان رومانسي قوي. قلت لها ايه رأيك؟ قالت لي جامد قوي الصراحة، واللي يشوفه لازم يتأثر، والواحد انتي عارفة انه متطلق ما تشغليش الحاجات دي. قلت لها طب ما الحال من بعض وهو زي. قالت لي ربنا يصبرك ويصبرني بقى. قلت لها بس احنا نعرف نعمل زيهم كده. قالت لي مش هينفع ولا حاجة، الواحد لازم يكون شديد وقوي معاه راجل.
قلت لها لا مش شرط، انتي عندك قد ايه؟ قالت لي 32 سنة. قلت لها عادي، ممكن الستات تظبط الدنيا لبعض. بصيت لي كده واندهشت واستغربت قوي وقالت لي بتتكلمي بجد؟ قلت لها اه طبعا بتكلم بجد. ايه المانع يعني ان الستات تسعد بعضها وتشوف هي حابة ايه وتعمله؟ قالت لي الموضوع ما بيبقاش كده، ده بيبقى بين الناس وبعضها ست وراجل. قلت لها لا شوفي، وبدأت أشغل لها أفلام وأوريها وهي قاعدة مندهشة وهتتجنن من اللي هي شايفاه، لحد ما اقتنعت إن بينفع ستات مع بعض. ولقيتني بحضنها وببوسها وهي نفس الكلام وبتقولي، وبدأنا أنا وهي نعمل مساج لبعض ونعمل حركات كده ونلف وندور حوالين بعض، وكل واحدة تاخد التانية بالطريقة العكسية، وكل واحدة تتعامل بالطريقة المختلفة مع بعض، وكل ما وريها حاجة تحب تعملها. واندمجنا جدا في اليوم ده أنا وهي لحد وش الفجر. وبعد كده كل واحدة فينا نامت زي ما هي، وصحينا الصبح لقيتها بتعيط زي ما قلت لكم ومتضايقة جدا، وقعدت تقول لي أنا لازم أمشي، أنا لا يمكن هكمل كده أبدا، أنا لا يمكن هكمل معاكي في الطريقة دي. قلت لها إيه بس اللي حصل؟ زعلانة ليه؟ قالت لي حرام وما ينفعش، أنا همشي. قلت لها حقك عليا، مش هعملك كده تاني، بس خليكي معايا. أنا ما صدقت حد بيونسني، حد أحبه ويحبني ويعاشرني. قالت لي لا يمكن. قعدت أتحايل عليها وأعيط لحد ما صعبت عليها، وقالت لي طيب بشرط، أنا مش هعمل كده تاني مهما حصل، لو انت عايزاني اعيش معاكي. وانا ما صدقت ان انا لقيتها ولقيت روحي معاها في اللي احنا بنعمله مع بعض ده، وده اللي خلاني مش قادرة استغنى عنها ابدا، ولا قادرة اتعامل معاها الا بالطريقة اللي انا حباها. لكن طبعا خايفة تمشي فمش عارفة اعمل ايه. ببقى شايفاها قدامي كده، نفسي بجد بجد يعني اخدها في حضني واقول لها وحشتيني، لكن برجع في اخر لحظة علشان ما تزعلش وتسيبني وتمشي. ما جيت لكم علشان تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي وارجعها تحبني بالطريقة اللي انا عايزاها ازاي. حكايتنا النهاردة انتهت. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله نتقابل مع بعض في قصة وحكاية جديدة. اشوفكم